السلام عليكم متابعي قناة سلالة الدماء الأصيلية. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم على بركة الله نشارك معكم واحد التخليطة علفية اللي مزيانة وعطات واحد النتيجة ممتازة، يعني في أسرع وقت، يعني في وقت وجيز عطات واحد النتيجة اللي مزيانة. كنهزو الإخوان التمر، يعني كنخلطوه مع التبن وكنديوه للمطحنة، كنخلطوه مع التبن الإخوان باش ما يلصقش لينا في المطحنة. من بعد ما كنديو هاد التمر يتطحن في المطحنة، غنبداو في التخليطه العلفيه ديالنا. المكونات ديالها اللي اول مكون هو الشعير. كنزيدو عليها الاخوان داك التمر اللي جبنا في المطحنه. التمر يعني كنحاول دوك الكواري اللي تجمعوا في التمر نفرقوهم باش ما يبقاوش مجموعات هكاك، باش يعني يتخلطوا مزيان مع التخليطه. من بعد ما فرقنا هاد التمر مزيان على الشعير، يعني كنزيدو المكون الثالث اللي هو الذرة. كاينه من بعد الذرة الإخوان كنزيدو المكون يعني الرابع اللي متكون ما بين نخالة بيب مع الذرة مع الفول، يعني مخلطة ديك الخنشة المخلطة. حنا الأساس ديالها هي النخالة بيب، وفيها حتى داك الخراب مزيان. كنزيدو الإخوان الفول، المكون الخامس هو الفول. من بعد ما كنخويو هاد المكونات كاملين، يعني كنخلطوهم مزيان باش تكون تخليطة متجانسة. من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات مزيان، يعني كنعمروهم في الخناشي، وهاد التخليطة ديالنا واجدة، يعني تخليطة ممتازة 100% وطبيعية 100%، وكتعطي نتيجة اللي فعالة. يعني وحتى اللحم، يعني اللحم ديال الخروف كتكون عندها واحد النكهة، خصوصا بالنسبة للتمر والذرة، كتكون عندها واحد المذاق يعني رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فائدة، والله يسخر لجميع الإخوان. دمتم في رعاية الله.
الله ما شاء الله. انتم على الفساد اخوان. ها اللهم بارك، اللهم بارك. هو التمر مطحون، الشعير، الرويزه، كاين الفول